آه، ماتش الزمالك وبيراميدز الاول والاهلي والمصري، ماتشين كانوا في غايه الاهميه يوم الجمعه اللي فات، لان الماتشين دول اكدوا جداره الاهلي في الفوز بلقب الدوري. خلاص قضي الامر. طبعا انت كسبت المنافس رايح جاي وخدت الستة بونت، فخلاص بقيت انت الاقدر، ما فيهاش هزار يعني. لكن تاكد وتثبت الموقف بفوز الاهلي على المصري بجداره بالجول بتاع وسام ابو علي، الجول رقم 12 في 14 مباراه يعني. تقريبا كل ماتش جول عملها له رضا سليم بالعرض بشماله، حطها وسام الحقيقه بدماغه في الزاويه الشمال لمحمود جاد. جول حلو قوي بصراحه يعني. بص ده رضا سليم اهو، بص المشوار واخده من قبل نص الملعب، بص المشوار، بص بص 2 3 بين المدافعين بيجروا وراه بسرعه، ولمح كده وسام والكره تخطت مدافع المصري، طلع وسام بدماغه وجه كره حلوه جدا جدا على شمال محمود جاد زي ما احنا شايفين اهو، راحه بعيده الصراحه يعني. وكسب الاهلي 3 نقاط مهمه جدا مع منافس يعني زي ما تقول كده دمه تقيل في المنافسه يعني. المصري من الفرق السنه دي اللي عامله موسم رائع جدا مع الكابتن علي ماهر ومع جمهور بورسعيد، فانك تكسبه دي مش سهله. وفي توقيت زي ده الفريق خارج من ماتشين مع بيراميدز، ماتشين تقال جدا على المستوى البدني والمستوى الذهني والتركيز يعني وماتش صعب. خد بالك ماتش المصري ما يقلش في صعوبته عن ماتش بيراميدز، لكن مش واخد نفس الهاله بتاعت بيراميدز، وحكمه حكم فرنساوي اجنبي، والحقيقه الماتش كان على المستوى التحكيمي كمان رائع جدا، وكسب الاهلي بهذا الهدف لوسام ابو علي. في المقابل الاهلي طبعا رفع رصيده ل 69 نقطه وتصدر الدوري يعني. خلاص النسر اللي احنا عارفينه جه وكشم كشم. وريني عندك النسر، بحب انا اشوفه والله كتير النسر ده. كشم لفرق الدوري. عارف لما حد يقول لك كشم له، هو في شويه في كده البيراميدز ظبط السنه دي ظبط بمعنى اللفظ يعني. عارف يقول لك واحد عارف الصياح، يقول لك ده صياح على الفاضي وده عامل زيطه. عارف اقول لكم صياح على الفاضي ليه؟ هنشوف نهايه الموسم الاهلي هيختم بفرق كام نقطه، هتعرف ان هي كانت زيطه على الفاضي او صياح على الفاضي. يعني في نهايه الموسم انا هقول لك يعني لما هقول لك فرق النقاط في نهايه الموسم هتسمع مني يعني ايه زياده على الفاضي. لا هتقولي بقى بص 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 بص، كل ما الاهلي يكشم لحد انا هطلع ده النسر ده بالمزيكا بتاعته. برضه هو عاملين لنا المزيكا بتاعته، عندنا المزيكا يعني بصراحه مرعبه فيها. خد بالك شوف شايف النظره عامله ازاي؟ شايف احنا عندنا المزيكا يا جماعه ولا لا؟ النظرة بتطلع نظرة العين دي بتاعت النسر دي، وخد بالك لا تقول لي يقف قدامها ولا مليون ممدوح عيد. اه والله. فبيراميدز عامل زيطة السنة دي، زقوا عليه النسر ده اهو، وفي نهاية الموسم نتقابل يعني في آخر ماتش في الموسم هنشوف الفارق، هنلاقي 9 نقاط 8 نقاط 10 نقاط. يعني معناها ايه؟ دخل الأهلي كشم. لكن الأسبوع ده تعادل الزمالك مع بيراميدز هو تعادل يعني لما تيجي تحسبها فنيا فارق الامكانيات والاستقرار والصرف بين الفرقتين لصالح بيراميدز مليار في المية. وبيراميدز اللي كسبان 14 مباراة واللي عنده سكواد معرفش عامل ازاي وصرف عامل ازاي، والزمالك اللي عنده مشاكل وكان انتخابات في شهر 10 وإدارة جديدة وإيقاف قيد ويرجع وإيقاف قيد وده على ظهرها تنور في بيراميدز. اي حاجة تدعك كده تطلع لك الفانوس يطلع لك اللي انت عايزه. والناحية التانية حواديته كتير. والزمالك المنافس والغريم التقليدي والدائم والتاريخي للنادي الاهلي، وكل الناس كان عندها القناعه قبل الماتش انه الزمالك نفسه بيراميدز ياخد الدوري، وانه جمهور الزمالك بيشجع بيراميدز قدام الاهلي، وانه فما بالك بقى لو قابلوا بعض هيلعبوا ايه بقى؟ هل الزمالك هيدي النتيجه لبيراميدز عشان يظل ينافس الاهلي رغم الخساره في ماتشين بس يبقى راكب على رقبته، ولا الزمالك هيعمل ايه؟ وقس بينا نفاجئ
بانه لعيبه الزمالك رغم النقص اللي موجود والازمات اللي موجوده وان مفيش رغبه لان مفيش طموح لا في منافسه ولا في دافع ولا في اي حاجه، بس في حاجه اللي كنا بنقولها باستمرار، شخصيه الزمالك. ان الاهلي والزمالك عندهم حاجه اسمها شخصيه بتستدعى. فالزمالك هذا موقف، يمكن حواديت الشيبي وظهوره في الماتش وشويه الحركات اللي حصلت خلت الناس ما تتكلمش على رجوله الزمالك. مش بقول بقى لعيبه الزمالك بس، الزمالك كمنظوم، الزمالك كتاريخ، الزمالك كمكانه، الزمالك كسمعه. اللعيبه لعبت لاسم الزمالك، لذلك رجوله الزمالك في هذه المباراه، والزمالك كان هيكسب هذه المباراه رغم ان عنده مشاكل. بص يعني لو لسه صارفين 29 مليون جنيه النهارده متاخرات للعيبه دي، دول جمال في الملعب. يعني اللعيبه كل لعيب فيهم جمل انه مستحمل، ويلعبوا مباراه قدام بيراميدز ويتعادلوا في الدقيقه 75. بيراميدز بيجيب التعادل، يعني قاعد الزمالك من الدقيقه مش فاكر حاجه و30 ولا كام جايب الجول مصطفى شلبي لغايه البينالتي بتاع بيراميدز اللي تعادلوا بيه فخري لقاي في الدقيقه 75 او 76 مع جول محمود الشناوي. ده ورور زي ما بيقولوا كده، ورور ولد شاب ورور، عارف الورور؟ هذا جول ورور. وقدر الزمالك يعمل مباراه كبيره قدام بيراميدز، صبت بقى في صالح الاهلي. طبعا هي في صالح الاهلي النتيجه، لكن الزمالك لا نظر لانها في صالح الاهلي ولا انها تساهم في فوز الاهلي بالدوري ولا الكلام الفارغ اللي بنقعد نتكلم فيه ده. الزمالك اشتغل لاسمه، وهكذا الفرق الكبيره اللي لها تاريخ. على جمهور الزمالك ان يفخر بناديه في الموقف ده. جمهور الزمالك يجب ان يفخر بناديه بصراحه، والموقف ده اظهر شتان الفارق بالنادي اللي قيمته ومكانته بين اي حد تاني. يعني هو نادي بيلعب لاسمه ومكانته وتاريخه.